بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دوای ئەوەی کە باسی هەندێک لە سونەتەکانی پێشنووسنمان کرد، یەکێکی تر لە سونەتەکان ئەوەیە کە ذکرەکان بخوێندرێتن. بەڵێ. سابعا قراءة أذكار النوم، وللنوم أذكار من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قراءة آية الكرسي، يسن قراءة الكرسي عند النوم ففيها حفظ له من الشيطان حتى يصبح. ويدل عليه قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الذي يسرق من الزكاة، وهو في كل مرة يشكو الحاجة والعيال، فلما كررها الثالثة عزم أبو هريرة رضي الله عنه على رفع أمره للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. بەڵێ. ذکرەکانی خەوتن ئجا کۆمەڵک ذکرمان هەیە، هەم لە قورئان هەم لە حەدیث. ئەوەی کە لە قورئان یەکەمیان ئایەتول کورسیە کە ئینسان سنەتە بیخینی پێش ئەوەی کە بنویتن، چونکە دەیپارێزیتن لە شەیطان تاوەکو بەیانی دەبیتەوە. بەڵگەمان چییە کە ئایەتول کورسی دەیپارێزی لە شەیطان تاوەکو بەیانی دەبتەوە؟ چیرۆکەکەی ئەبوو هورەیرەیە، ئەو کاتێک کە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام ئەبوو هورەیرەی کردە ئەمین لەسەر بەیتولمال، فەرمی ئاگاد لێ بیتن. لەو کاتەشدا ئەبوو هورەیرە دیارە بیستی خشەخشەک دەبیتن کە تەمەشا دەکە، دەبینی کە ئەبرایەکی بەتەمەن پیر و ئەوە با بڵێن فەردەیەکی گرتیتەوە و خەریکی تێکردنی خورمای بەیتولمال. ئەبوو هورەیرە دەگرێەوە چتە لەبەرچەوەی دەکەی کاکە؟ دەری وەڵاهی ماڵ و منداڵم زۆرە و فەقیرم و دەستم کورتە. و ئەبوو هورەیرە دەڵێ یاڵە با لە ڕای خوای بەڕێی دەکاتن. دەڕوا کە بەیانی دێتەکەم پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام، پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام دەفەرمێت چت کرد لەو کەسەی کە شەو هات؟ دەفەرمێت پێغەمبەر خوا بەتەمەنێک بوو، گوتی ماڵ و منداڵم زۆرە و بەڕێم کرد. دوایێ پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام فەرمی ئەو شەوش دێتەوە. های ئەو شەوش دێتەوە. ئەبوو هورەیرە کە شەو دەچیتن چوست و چالاک نێلی کەس بێ، تەمەشا دەکە خشە خژوا لە پشتی دێ، دەستە ژۆرێ تەمەشا دەکە هەمان کابرایەوە خەریکی ئەوەیە کە خورمای تێدەکاتن، جۆرکەکەی پڕ دەکات. ئەبوو هورەیرە گرتی، گوتی ئیلا دەست بەم لەکم پێغەمبەری عەلەیهی سەڵات وەسەلام، گوتی ئەخە ماڵ و منداڵم زۆرە و فەقیرم و پێم ناکرێ. ئەبوو هورەیرە گوتی ئەڵڵا ئەو جارەش بەڕێ کرد، گوتی بە ئەوەش بڕواتن لە پێ نای خوای. هاتەوە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام فەرمی هات چت لەگە کرد؟ فەرمی پێغەمبەری خوا وەڵا هاتەوە دیسا هاتەوە بەس فەقیر بزگم پێستا بەڕێم کرد. فەرمی ئەو شلۆش دێتەوە. ئەبوو هورەیرە یعنی وەکو بڵێ پێ تاسا، یعنی ئەو جارە شەوێ گوتی بەس ئەو جارە بێتەوە، ینی لە قسەکەی نابرێ بەس ینی ئەوها دەگەێنیتن، بەس با بێتەوە بزانم چ دەکەم. وەڵا چوست و چالاک لەوێن دەردەبینی دیسا خشە خش دێتەوە لە پشتی، کە چوتە مەشا دەکە دیسا هەمان کابرایە. کوڕگوتی بەخوای ئەو جارە دەت بمکرد پێغەمبەری، ئەو جارە ئەولای نییە ئیلا دەت بەمەکرد پێغەمبەری عەلەیهی سەڵات وەسەلام. زۆر پاڕاوە و گوتی ئیلا دەت بەم. ئەوجا قسەچی کرد، گوتی دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. گوتی لێم گەڕێ هەندێک وشت فێر دەکەم، خوای پەروەردگار بەهۆی ئەو وشانە و سوودت پێ دەگەینیتن. ئەبوو هورەیرە گوتی چی ئەو وشانە؟
کەسەکە گوتی ئەگەر چووی ویستت پاڵ بکەوی ئاەتل کورسی بخینە هەتا وەکو تەواوی دەکەی ئاەتل کورسیەکە خوای پەروەردیگار حافظێکدا دەبەزێنی مەلایکەتێکدا دەبەزێنی دەتپارێزیتن ناهێڵێ شەیتان نزیکت بکەویتەوە هەتا بەیانی دەڵێ هەندە شتەکە لەلام خۆش بوو سبحان الله ئەوەش حرسی سەحابەیە یعنی سووربوونی سەحابە لەسەر بەدەستێنانی زانست و زانیاری هەندە شتەکەی پێخۆش بووە معلوماتەکەی پێنوێ بووە پێخۆش بووە دەفەرمی فەخەلەیت سەبیلە هەر لە خۆشە لێم گەڕان ڕاست کابرا ڕێی خۆی گرتەبەر کە بەیانیدا هات پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام هات چت کرد لەگە ئەسیرەکەت دوێنێ شەو چ بوو گوتمەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام ئەوە شتێکی فێرکردم پێی وابوو کە سوودم پێدەگەنی لەلایەن خوای پەروەردیگارەوە ئەمنیش بەجیم هێشت پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام یعنی بەرمدا ڕۆی عەلەیهی سەڵات وەسەلام فەرمووی چی پێگوتی ئەبوو هورەیرە فەرمی پێی وتم ئەگەر پاڵم داوە پێش ئەوەی بنوم ئاەتل کورسی بخینم الله لا إله إلا هو الحي القيوم هەتا ئەخیری ئەوە خوای پەروەردیگار حافظێکدا دەبەزێنی مەلایکەتێک کە دەمپارێزیتن هەتا وەکو بەیانی عەلەیهی سەڵات وەسەلام فەرمی ئەما ئینەه صەدەقەکە وەهوە کەذوب بەخۆی درۆزنە بەس ڕاستی لەگەر کردی ئەو جارە ئەو قسەی ڕاست بووە ئەو درۆزنە ڕاستی کردیە فەرمی ئەبوو هورەیرە دەزانی ئەوە سێشەوە چێ قسە لەگەر دەکە و لەگەر چێ قسەی دەکەی ئەبوو هورەیرە فەرمی نازەم چێ کابراایەکە نایناسم فەرمی جاکە شەیطان ئەوە شەیطانە کە تو سێ ڕۆژە مناقەشەی لەگە دەکەی و دەیگری و قسەی لەگەر دەکەی ئەوە شەیطانە تەمانەوەش بەخشەی خوای پەروەردیگار بووە بۆی ئاگادارمان بکاتەوە لەو بابەتە بەس لێرە تەماشا ئینسافی پێغەمبەری عەلەیهی سەڵات وەسەلام نەیفەرموو ئەوە شەیطانە و درۆزنە و ئەوە کابراایەکی ئەوهایە و هیچی لێ وەرنەگری کە شتەکەی ڕاست بوو فەرمی ڕاست دەکا لە کاتێک بەخۆی درۆزنە بەس ئەو قسەی ڕاستە چەند جوانە ئینسان ئەو ئینسافەی فێربیتن یان لە پێغەمبەری عەلەیهی سەڵات کورە دەرێ ئەوانەی مەسەلەن کابرا بە جەماعەت ئەوەی مەسیحیە هەمووی ئەوەیە خراپە هەمووی درۆزنە مەرج نییە لەوانەی مەسیحی بوو درۆزن نەبی ئەوەی جوولەکەیە هەمووی مەسەلەن ڕیبای دەخوا مەرج نییە لەوانەیە جوولەکەش بی ڕیبای نەخواتن ڕیبای نەکە لەوانەیە ئەوەی شەرواری کورتە هەمووی ئەو هایە ئەوەی ڕیشی درێژە هەمووی ئەو هایە ئەوەی نازام چێ هەمووی ئەو هایە مەرج نییە وەنیە لۆی ئینساف فێر بین لە خوای پەروەردیگار کە باز دەکاتن و لە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام کە فەرمی ئەوە درۆزنە ڕاستە شەیطانە درۆی دەکە بەڵام ئەو قسەی ڕاستە بەڵ قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة لحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته والآيتان من آخر سورة البقرة ليستا من أذكار النوم على وجه الخصوص وإنما ذكر يقال في الليل فمن لم يقرأهما بالليل وتذكر ذلك عند نومه فليقرأهما حينئذ واختلف في معنى كفتاه فقيل كفتاه من قيام الليل وقيل كفتاه من الشيطان وقيل كفتاه من الآفات ويحتمل الجميع كما قال النووي رحمه الله بەڵێ خاڵێکی تر ئەوەیە یەکێک لە سونەتەکان خوێندنی دوو ئاەتی کۆتایی سوورەتی بەقەرە آمن الرسول بما أنزل إليه هەتا ئەخیری دەفەرمێ لە حەدیثەکە ئەبی مەسعودی ئەنساری پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام فەرمی هەر کەسێک ئەو دوو ئاەتە بخینی دوو ئاەتی کۆتایی سوورەتی بەقەرە بۆ ئەو شەوەی بەسیەتی دەفەرمێ ئەو دوو ئاەتەی سوورەتی کۆتایی سوورەتی بەقەرە لە زیکرەکانی نووسن نییە زیکری نووسن تایبەت بیتن بەڵکو لە شەو دەگۆترێ یعنی لە پاش نوێژی عیشا لە خۆت دەتوانێت ئەو دوو ئاەتەی بخینی مەرج نییە ئیلا ئەتوو لە کاتی بچێ سەر جێگای ئەو جە بخینی نەئە لە شەو بەڵام ئینسانێک ئەگەر لە بیری کرد لە شەو بخینیتن وەچی پاڵیدا ئەو جە بە بیری هاتۆ بە ئەو کاتی بخینی چی تێدا نییە ئەوجا زانایان ڕاجیاییە هەیە سەبارەت بە ئەوەی کە فەتاه بەسیەتی ئەو دوو ئاەتە لە بووین ئایا لە بۆ چ بەسیەتی هەندێک دەڵێن مەبەست ئەوەیە بەسیەتی لە باتی قیام اللەیلیش یعنی بەبەر ئەوەش دەکەویتن ئەگەر کابرا نەیتوانی هەستەوە لە بۆ قیام اللەیل شەو نوێژی بکاتن ومێدوایە ئینشاءالله ئەوە
بەشی ئەوەشی تێکەتبی کە وەکو قیام اللەیلەک بی هەندێک دەڵێن نا ئەوە دەی پارێزی لە شەیتان بەسێتی کە بی پارێزی لە شەیتان هەندێکیش دەڵێن نا ئەوە بەسێتی لە ئافات واتە ئەو مصیبەت و کێشانە ئەو شتانەی کە بێتن شەو مەسەلەن ئاگرکەوتنەوەکە لافاوەکە حاڵەتەکە ڕوودەدە لە مارێ قەزیەکە دەبیتن ئەو ئافاتانەی کە ڕوودەداتن بەسێتی ئەوە دەی پارێزیتن لەوانەشە هەر هەمووشی بگرتەوە وەکو ئیمامینەوەی کە دەفەرمێ ڕەحمەتوخوا لێ بکەواتە احتیمالی هەیە هەمووشی بگرتەوە بەڵێ یەکێکی تر لە سنەتەکان قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين والنفث بهما في الكفين ثم مسح الجسد بهما 3 مرات. ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. ويستفاد من الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق هذه السنة كل ليلة لقول عائشة رضي الله عنها كل ليلة وأن من أراد تطبيق هذه السنة فإنه يجمع كفيه ثم ينفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين ثم يمسح ما استطاع من جسده مبتدئا برأسه ووجهه ويفعل ذلك 3 مرات. والنفث شبيه النفخ وهو أخف من التفل لأن التفل لا يكون إلا معه شيء من الريق وقيل إن النفث هو التفل. وفي الحديث إشكال وهو أن ظاهر الحديث يدل على أن النفث يكون قبل القراءة فما فائدة النفث حينئذ؟ من أهل العلم من يرى تقديم النفث على القراءة لظاهر الحديث فإنه بدأ بالنفث ثم القراءة وهو اختيار الشيخ الألباني رحمه الله ومنهم من يرى أن النفث يكون بعد القراءة لأن البركة إنما تكون في هذا المنفوث أو الريق بعدما اختلط بالقرآن وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وذكر أن ثم لا تقتضي الترتيب أحيانا فقال رحمه الله وظاهره أنه يقرأ مرة ثم يمسح ثم يقرأ ثم يمسح كل واحدة لحالها قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس جميعا ثم يمسح ثم يعيدها جميعا ثم يمسح هذا نص الحديث والذي يظهر والله أعلم أن النفث بعد القراءة وثم أحيانا لا تقتضي الترتيب. وقد مر علينا قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. والحكمة من ذلك أن هذا الريق الذي اختلط بالقراءة هو الذي تكون فيه البركة والظاهر أن المسح يكون من فوق الثياب. وربما يشهد لذلك رواية البخاري الأخرى قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك. فظاهر الحديث يدل على أن النفث بالسور نفسها لا قبلها. وأفاد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السنة حيث إنه صلى الله عليه وسلم حتى إذا مرض يفعل ذلك بأمره لعائشة رضي الله عنها. وجاء في الصحيحين ما يدل على أن النفث بها ليس فقط عند النوم وإنما أيضا إذا اشتكى وجعا فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وفي رواية أمسح بيده رجاء بركتها. بەڵێ یەکێکی تر لە سونەتەکان خوێندنی سوورەتی ئیخلاص قل هو الله أحد و معوذەتین قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس لە پاشان پف بکاتن لە دەستەکانی پاشان بە جەستەی دابینیتن 3 جاران. بەڵگەمان حەدیثەکەی خاتو عایشەیە دەفەرمێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام ئەگەر بچوو بە لە بۆ سەرجێگاکەی هەموو شەو دەستەکانی کۆ دەکردەوە پفی لە ناو دەستی دەکرد یعنی ئەو هەوایە و وردە ئاویشی ئەوەشی تێدا هەیە دەڵێ نەگەوەی کە لە بینی فوکردنە و لەگەر تفکردن مەسەلەن لەو بینەی وردەی تێدا هەیە دەستت نەکەیەوە هەمووی پڕ بکەی یعنی پفەچی دەکەی و ئەوجا بە جەستت دادەنی دەفەرمی ئەو های دەکرد پفی تێدا دەکرد ئەوجا قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس دەخین لە پاشان بە جەستەی دادەینە ما استطاع من جسدی ئەوەندەی بیتانی بە
يعني حتى پێدا دەینە ئەگەر ئەوەندە جێی کە دەستی بچوو بیتانی بە پێدا دەینە بە هەموو جەستەی دادەینە لە چێندە ڕادەستی پێدەکرد لە سەری ڕا و دەموچاوی ڕا ئەوجە پاشان دەیبرد لە جەستەی لە پێش و پشتی پێدا دەینە 3 جاران ئەوەی دووبارە دەکردەوە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام ئەوەی کە لەو حەدیثەی ئیستیفادە دەکرێت سوودی لێ وەردەگیرێتن ئەوەیە کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام ئەو سونەتەی هەموو شەو جێبەجێ کردیە هەموو شەو ئەوەی کردێت چکە خاتو عایشە دەفەرمێ كل لەیلەتین هەر هەموو شەو ئەو سونەتەی جێبەجێ کردیە کە دەستی ئەوها کۆ کردیتەوە ئەو سێ سوورەتەی تێدا خوێندیە ئەوەندەی لە جەستەی لە سەری ڕادەستی پێکردیە لە دەموچاوی هەتا خوارێ ئەوەندەی پێکرایە دەستی گەشتی تێ سێجار کردێتی نەفخ چییە وەکو نەفخ وایە وهو أخف من الطفل لا أو ترى سوكترا لأن الطفل لا يكون إلا معه شيء من الريق هندك أو إلى جرا أو كيلا جرا وني ليشي لجرا أو تفيدا كاتن وقيل إن النفث هو الطفل هذا شجرين هريكن كواتا يعني زور زاروية كابرا كفويدا كفو أو نا والله أعلم أو كأما لو حديثانا تيجيش بين أو النية فوكردناكا أو لها لا سورة فلقش ونيا ومن شر نفاثات في العقد أوانيك ساحرة كان كجريتش نادن مثلا داوك شتك كسحري لسر ده كانوا جريدة دن تفي بيدا ده كان أو هاي لي ده كان أو ديار تأثيراتي هي والله أعلم لبابا تكلوه أو جيرش بو أوي هنا توا كأوي بكين لحديثك إشكالك سبارت با ظاهري حديثك كدلي نفث أو بفيك بكين بيشي بكين يان باشي فما فائدة النفث حينئذ أو كاتي تسودة دبي أجر بيش قراءة بكين بيش القرآن بخينين بفكي بكين أو جو سورتك بخينين أو جبت زستم يعني تسودي دبيتن دلي أو بابته أهل علم وايد بينن كبيشي أو كسورتكان سي سورتك بخيني أتو بفكي بكا تك حديثك أو هذا فرموني خاتو عائشة ده فرمي كاتك بيامر صلى الله عليه وسلم دسو سر زيغاكي خوي دستي كودا كردوا ثم نفث فيهما باشان بفي تدا ذكر فقرأ فيهما أوجد أو سورتان دخين يعني يكم جاء أو يذكر أو جاء لو يضل شيخ ألبانيش رحمة خوالي أوي هل بجاردك أو بفبكرتن هذا شيء جدرنا لباش القرآن نخين أو جاء أو بفيت دابك تشك أو دبت بركات أو بفيكت دادك أي دبيت بركات لبو أويك لباش قرآني ودر هاتوا تشك أو ليكت تكلي قرآن بوا لفظ كان قرآني كبفيد دكي أو بركتك دلي ودلي أو قصيا ابن عثيمينش رحمة خوالي أوي هل بجاردوا دلي ثم كخاتو عايشة هناتي ثم نفث فيهما فقرأ فيهما دلي ثم كالي رما بس أو النية يعني بترتيب بيتن أو يكرديا أو زأوا أو يكرديا أو زأوا نعم مرزنيا دلي أوها قصك أوها هاتيو ظاهر قصك أوها هاتيا دەکرێ مەسەلەن ئەوە خوێندی بیجارەچیان پاشان پفی پێداکردبی بە خۆی داهینابی پاشان دیسان دەخینتەوە پاشان پفی دەکەو بە جەستەی دادەینیتن هەر جارەکە ئەتوو دەستت کۆ ناکەیەوە هەر سێک پێکەوە بخینە هەر سێکت خین پفەکەی بکە ئەو جە بە جەستت دابینە دیسان دەستت بینەوە هەر سێک بخینە پفی تێدا بکە ئەو جە دیسان بە جەستت هەمووی هەتا 3 جاران ئەوها بەجەستە دادەینی نەک ئەوەی کە ئەتو دەست کۆ کردیتەوە 3 جاران قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد 3 جاران بخینی پفی تێکەی ئەو جە بەجەست نە کەهینات قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس جار ئەو جە پفی تێدا بکە ئەو جە بەجەستت 3 جار ئەوها دووبارەی بکەوە دەڵێ نەسەکە ئەوها دەگەینیتن والله أعلم كأن النفث بعد القراءة أو بفكي ككرا لباش قراءة بي والله أعلم زارج ما بس بي ترتيب وكو شاعر ليرا أو شعري دينتوكا بمعنى ترتيب ديهنتو
دڵێ ئەوە شار دەبیتن حكمة لو بابتش أويا كأن هذا الريق الذي اختلط بالقراءة هو الذي تكون فيه البركة أويا كأمدلين أو لكي تتكلي قرآن خنك ببي أوش دبيت بركة والله أعلم كاتك والظاهر أن المسح يكون من فوق الثياب ظاهر جوا أتونك دس بدزست دابيني لسرد لكان دست في داديني بسرد لكان داديني ولوانەیە ئەوەش ببیتە شاهدێک لە بۆی بەڵگەیەک لە بۆی حەدیثەکەی خاتو عایشە کە دەفەرمی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام ئەگەر بیویست بە پاڵ بکەویتەوە پفی لە دەستی دەکرد قل هو الله أحد و مەعوزەتەینی تێدا دەخیند و پاشان لە دەموچاو و لە سەری ڕا دەستی پێدەکرد هەتا ئەوەندەی دەستی بگەیشت بە جەستەی پێی دادەینە لە پاشان خاتو عایشە دەفەرمی فەلەممە اشتەکا كان يأمرني أن أفعل ذلك أو كاتك بيغمر عليه الصلاة والسلام اشتكى يعني نخوش كوت أو كاتك نخوش كوت فرماني بمن ذكر أمن أو هاي لو بك أو هاي يعني بفيتة دا بكمو بدست يعني ديار أو الدروستا أجر كابرة أجر نخوش بنيتاني أو سنتي بكاتن أتو معوزتين وصورة كانت تدا بخينيو بفيتة دا بكي وبدست دا بيني يا من دال ونيا لبو من دالي أو يبكي ظاهر حديثكي بلغية لسرويك أو بفكردنا لبيشي سورة كان بينك لباشي لا قبلها وأفاد أن الحديث حرص أو حديث السودية وما بيدغاني كبيغمبرك عليه الصلاة والسلام بردوان بوا لسر أو سنة حتى أو كاتك نخوشش كتيا فرمان بخاتو عايشة كردي كالبوي بكاتن حتى حديثك خاتو عائشة دفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده دفرمي في عمر صلى الله عليه وسلم أو هاي ذكر بخوي في تدا ذكر دو بجستي دادنا فلما اشتكى أو كاتك نخوش كوت نخوشي وفاتي قرد كتوانا إنما في غنبركو عليه الصلاة والسلام دڵێ خاتو عایشە دەفەرمی دیارە خاتو عایشە ئەوەی کردیا ئەو پفەی تێدا کردیا ئەوجا دەستی پێغەمبەری عليه الصلاة والسلام ومسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه بدەستی پێغەمبەری عليه الصلاة والسلام بەجەستەی پێغەمبەری داهینەیە چونکە وەکو مبارەکە دەستی پێغەمبەری عليه الصلاة والسلام لە چێ غەیری پێغەمبەری لە چێ عليه الصلاة والسلام لێ دیارە خاتو عایشە لە بۆی ئەوە کردیا دەستی هینایەتەوە یەک و سورەتەکانی کردبی و والله أعلم بفكي كردبي أو خاتو عائشة دستي هر دستي بيغمبري عليه الصلاة والسلام بدزستي داهنا واضحونيا عند دستي بيغمبري كو كرديتو قرتيتيو أو كي كرديو باشا بدزستي داهنا يا دلي أو تدستي بي داهنا رجاء بركتها وكو بركتك خاتو عائشة وكو بركتك دستي بيغمبري عليه الصلاة والسلام بلا شك بيغمبري خوا داهنا وبلا قراءة سورة الكافرون لحديث عروة ابن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. قال ابن حجر رحمه الله في القراءة عند النوم عدة أحاديث صحيحة منها حديث أبي هريرة في قراءة آية الكرسي وقد تقدم في فضائل القرآن وحديث عروة ابن نوفل عن أبيه رضي الله عنه اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. بله يكاش كلو سنتانا خويندني سورة الكافرون كعروة دلي لباوشوا دلي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام با نوفلي باوشي قوتوا باوشي عروي فرميتي قل يا أيها الكافرون بخينا لباشان ثم نم بنو لباشان بنو لكوتاي سورة كوتاي بينا وبنو سكاوا براءة لا شرك يعني دور كوتنوي لا شرك دات باريزي لا شرك. ابن حجر رحمة خوالي بيدا فرمي سبارت بخويندين القرآن لكاتي نستين سن حديثة صحيح ما هي يكك لا حديثك أبو هريرة سبارت بخويندين سورة آية الكرسي كتيبري لفضائل القرآن وحديثك عروة كري نوفل لباوتشو كباسي أو دكاتن
آية الكرسي أو باسي ودك قل يا أيها الكافرون بخندري باشان لكوتاي سورتك ككوتاي بهنا بنويتن أو دي باريزي لا شرك براءتك لا شرك. ومن السنة أدعية كثيرة منها باسمك اللهم أموت وأحيا، واللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وباسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. قال المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذي: وكفانا أي دفع عنا شر المؤذيات، أو كفى مهماتنا وقضى حاجاتنا، وآوانا أي رزقنا مساكن وهيأ لنا المأوى. واللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه أحمد من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام وضع يده اليمنى تحت خده وقال. ورواه أحمد والترمذي من حديث حذيفة: والتسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34. بلى أو جهندك أو ما هي دعاء ما هي طبعا للسنة كملك دعاء وارد بو هندك لو دعانا بعض زكاة كإنسان أو دعانا بكا يقل دعاء كان الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا تأخيري ده فرمي مبارك فوري ده فرميتن وكفانا أي دفع عنا الشر المؤذيات، يعني خواي پروردگار خراپەی ئەو شتانەی کە ئەزیەتمان دەدا بمان پارێزی لێمان دوور بێختەوە و هەروەها حاجەت و پێویستیەکانیشمان جێبەجێ بکاتن و ئاوانە ئەی ڕەزەقەنا مەساکین، یعنی خوای پەروەردگار خانوومان پێ ببەخشی و شوێنێکمان پێ ببەخشی کە بتوانین لێ نیشتەجێ بین و ببتە مەئوا. ها لە بارەی دۆزەخیش قورئان زۆر جاروەیە کە باسی ئەوەی دەکاتن بئس المەئوا، یعنی خراپترین جێگا و مانەوەیە، چونکە مەئوا ئەوەیە کە کابرا تێیدا بمینێتەوە و نیشتەجێ بیتن لێ، ئەمە منزڵگایەک لە بۆ ئەو کابرای. ئەوجا تو ئەو دوعای دەکەی کە خوای پەروەردگار ئەوە شوێنێکی باشت پێ ببەخشی، جێگای مانەوەیەکی چاکت پێ ببەخشی، دوعاکەیت کەش اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. أول دفرمي لحديثك كي پیغمبر عليه الصلاة والسلام اگر بيوز با بنويتن دستي راستي داخستا جير رومتي راستي و او دعاي دكر باشان أخيري ك سيزار سبحان الله، سيزار الحمد لله، سيزار الله أكبر بكاتن. أوش حدثك أويا كاتك پیغمبر عليه الصلاة والسلام دستلاي خاتو فاطمة و إمام علي كالسر جيغانا كخاتو فاطمة هاتبو داوي خزمتكار بكاتن. پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرموي أوندتان بس أگر أو ذكري بكن أو لخزمتكار بوتان باشترا بل. ولهذا أثر عظيم على قائله، فهو يعطيه قوة في يومه. ويدل عليه حديث علي رضي الله عنه أن فاطمة اشتكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضجعكما تكبرا 34 وتسبحا 3 وتحمدا 33، فهو خير لكما من خادم. وفي رواية قال علي رضي الله عنه ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين. وفي هذا دلالة على شدة حرصهم على السنة. ففي تلك الليلة التي كان فيها علي رضي الله عنه مشغولا بالمعركة وبصفته قائد جيش رضي الله عنه، وفي هذا أشد انشغالا لكونه مرجعا لمن معه، إلا أن ذلك لم يشغله عن هذه السنة العظيمة
فماذا يقول من فرط بكثير من السنن محتجا بما دون ذلك بكثير؟ وأعظم منه حرمانا من حرم تطبيق السنة من غير شاغل يشغله، ولكن داؤه قلبه الذي غفل فحرم إدراك كثير من الفضائل. رحم الله حالنا. واللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك. وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. وفي رواية لمسلم: وإن أصبحت على خير. بلى وەکوەوەی کە 33 سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر کە حەدیثەکەی گوتمان خاتو عایشە خاتو فاتیمە کە دەیەوێتن خزمەتکارە چێبی دوای پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام کە دەچیتن ئەوان لەسەر جێگانە ئەوە ئامۆژگاریان دەکات دەفەرمی ئەوەی بخینن فهو خير لكما من خادم، ئەوە لە بۆتان باشترە لەوەی کە خزمەتکارێکتان هەبیتن. بە ئیمامی عەلی دەڵێن ئیمامی عەلی دەڵێ ئەوەم کە لە پێغەمبەری جێبیست بوو عەلەیهی سەڵات وەسەلام هەتا ئێستا تەرکم نەکردیان. دەفەرمون وەلا لەیلەتی الصفین لە شەڕی صفین لەو کاتێک کە ئەتو قائید بووی و مەشغوڵ بووی و ئەوەندە وەزعەکە ناخۆش بووە ئەو کاتیش هەر خوێندیتر فەرمووی کاتیش خوێندیتم و لەبیرم نەکردێ. ئینسان بەڕاستی کە خۆی بێبەش کرد لە سونەتەکانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام ئەوجا هەندێک مەشغوڵیەت جێگای وی دەگریتەوە کە کەسەکە یعنی مقابلی ئەوەی جێبەجێ نەکردیە سبحان الله بەشتیت کە مەشغوڵ دەبیتن. وەکو ئێستاش دەبینی یعنی کابرا کە زیکرەکان ناکەن بە خەریکی موبایلی دەبی، کە زیکرەکان ناکە خەریکی قسەی ئەولا دەبیتن. یعنی ئەگەر ئەتوو خۆت بەوەی خەرێک نەکەی شتەشکە جێی ئەوە دەگرتە ئەوش لەوەیە کە دڵەکەی بێئاگایە بێبەش بووە لەو فەزائلە گەورانە. دوعاش کە اللهم إني أسلمت وجهي إليك کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام فەرمی ئەگەر ویستیت پاڵکەوی بڕۆ دەستنوێژێک بشۆک و دەستنوێژی لە بۆ نوێژ لە پاشان لەسەر لای ڕاست پاڵکەوە لە پاشان ئەو دوعایە بخینە. دوای پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام فەرمی هەر کەسەکە ئەو دوعای خین اللهم إني أسلمت وجهي إليك هەتا ئاخری دوعاکەی فەرمووی ئەوەی بکە ئاخر وشات کە دەیڵێ فإن مت من ليلتك ئەگەر ئەو شەوە بمری مت وأنت على فطرة أو أتو مردي ولا فطرة وأتا فطرتشي باكت أبو ولا سو فطرة باكا وفاتت كردي ومردي خو أجر بياني شد كرده ونمردي أو أصبحت على خير أو بانت با خير شاكا كردي توا بلى. وفي هذا الحديث بيان سنة أخرى، وهي أن يجعل الذكر آخر شيء يتكلم فيه قبل نومه. وفيه جائزة عظيمة فيما لو قدر عليه أن مات من ليلته فإنه يكون ممن مات على الفطرة، أي أنه مات على السنة على ملة إبراهيم حنيفا، وإن أصبح فإنه أصبح على خير في رزقه وعمله، وهي كلمة شاملة تشمل ما سبق وغيره والله أعلم. ومما يجدر التنبيه إليه ذكر هو سبب في فضل عظيم امتن به العلي العظيم جل جلاله، وهو ما جاء في صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وعليه فليحرص العبد على إدراك هذا الفضل العظيم بالمحافظة على هذا الدعاء الفضيل في يومه وليلته مع مراعاة شرطه، وهو الإيقان بما يقوله من كلمات ليفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، فهذا الدعاء من أسباب دخول الجنة، نسأل الله تعالى من فضله. ثالثا وقت الضحى. لو حديثي كباسي أو كركا كسكا أجر مرد أو لا سر فترات مرديا أجر بيان شكر ولا سر خيرة دفرمي أو دقيني كإنسان كوتاش تكاني كوتا وشكاني بيجنستني بذكر بيتن أوج براستي جائزة أو شيء بابلن بەخشەی گەورە بەدەست دەینیتن
لەوەی کە بتوانیتن لەو شەوە ئەگەر مرد لەسەر زیکرەکانی واگەر چکە دەبتە فیترە لە بۆشی فیترەش چییە؟ ئەوەیە کە ئەو کەسە مردیە لەسەر سنەتی على ملة إبراهيم حنيفا واتە لەسەر سنەتی ڕێگای پێغەمبەر ئیبراهیم کە دوور بووە لە شرک و ئەگەر بەیانیشی کردەوە ئەوە بەیانەکەی بە خێر و چاکەیە لە ڕزقەکەی لە کار و کردەوەکانی گشتیە هەموو شتەکانی دەگریتەوە والله ئەعلەم. و ئەوەی کە ئەمن بموێ ئێوە بۆ لای ڕابکێشم و ئاگادارتان بکەمەوە ئەو زیکرەیە کە هۆکارێکی گەورەیە هۆکارێکی گەورەیە بۆ بەدەستهێنانی پاداشتێکی گەورە ئەوەی کە لە صحیح بوخاریدا هاتووە لە حەدیثەکەی شەدادی کوڕی ئەوس کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام دەفەرمێ گەورەی داوای لێخۆشبوونەکان سەید الاستیغفار ئەوەیە کە ئەتوبرێ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت هەتا ئەخیری دوعایەکەی دەفەرمێ هەر کەسێک بە ڕۆژ ئەو دوعایە بخینی یەقینی پێی هەبیتن لەو ڕۆژە بمریتن پێش ئەوەی شەوی بەسەردا بێتن فهو من أهل الجنة ئەو کابرایە ئەو کەسە ئەوە لە ئەهلی بەهەشتە و هەر کەسێکی شەو بیخینی بە یەقینی دڵیەوە پێش ئەوەی بەیانی بەسەردا بێتن دیسان ئەو کابرایە فهو من أهل الجنة ئەوە لە ئەهلی بەهەشتە. بۆیە پێویستە بەندە سووربی لەسەر بەدەستێنانی ئەو پاداشتە گەورەیە پارێزگاری بکە لەو دوعایە گەورەیە لە شەو ڕۆژی و مراعاتی مەرجەکەشی بکە یعنی ڕەچاوی ئەو خاڵە و ئەو مەرجەی بکە کە دانراوە ئەوش ئەوەیە یەقینی بەوە هەبی بە وشانە هەبی کە دەیڵێتن چکە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام لە حەدیثەکان کە فەرموویتی موقینا بها يعني بيقين أو دعانا بخينيتن اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أتأخيري دفرمي أو دبيتا بردنوي بهاش كباناتيكي بقدر زوي وآسمانا كان فهذا الدعاء من أسباب دخول الجنة أو دعاش له كاري تسون بهاشتا خواي پروردگار لفضيلتي أو بيمان ببخشيو بما كات أهلي بهاشت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.